الرحيم على كل اخواتي وحبايبي. طبعا في بدايه الفيديو اعمل اشتراك للقناه واعمل اللايك، صلي على النبي في الكومنتات وادعي لاخواتنا في غزه. وتعالوا مع بعض بقى النهارده هنتكلم معانا اخبار كثيره جدا. بس في بدايه الفيديو نبارك لمنتخب المغرب للشباب. منتخب المغرب للشباب فاز امبارح خد بطوله العالم للشباب، خد كاس العالم للشباب امبارح. طبعا ده يثبت ان عندنا في مصر او عندنا الاتحاد الكوره فاشل، واختار الاستاذ او الكابتن اسامه نبيل فاشل. ده يعني مدرب فاشل ان انت تطلع مع ابراهيم فايق وتقول اني انا ابراهيم فايق بيسالك ويقول لك انت معاك لعيبه وانت تقول لا اصل انا راكنها وايه الماتشات اللي جايه لما نصعد. طب مش لما نصعد الاول بعد كده اركن اللعيبه. فده يثبت فشل الاتحاد الكوره عندنا. منتخب المغرب فاز، الف مبروك لمنتخب المغرب فوزه بكاس العالم للشباب. صراحه قدم مباراه كويسه امبارح ويستحق البطوله. ده يثبت ان الكره المغربيه تطورت بطريقه رهيبه جدا. عندك المنتخب المغرب كاس العالم اللي فات طبعا رابع العالم، منتخب الشباب ياخد امبارح بطوله كاس العالم للشباب. ده يثبت ان عندك تطورات كثيره جدا في الانديه المغربيه، والاتحاد المغربي بيتطور بطريقه رهيبه. ويثبت ان الاتحاد عندنا فاشل في اختيار المدربين، فاشل في اختيار الانديه، والمنظومه عندنا مش كويسه ومنظومه فاشله جدا. نيجي بقى لمين؟ الاستاذ ياسين منصور. طبعا الكابتن محمود الخطيب اختار معاه النائب الاستاذ ياسين منصور، وقلنا قبل كده وجود الكابتن ياسين او الاستاذ ياسين منصور في قائمه الكابتن محمود الخطيب دي هتطور من النادي الاهلي. وان الفتره اللي جايه طبعا فتره استثمار، والانديه تبقى فتره استثمار. وجود الاستاذ ياسين منصور في قائمه الكابتن محمود الخطيب دي هتساعد النادي الاهلي في التطور كتير جدا، وهتساعد في منظومه كبيره جدا مع النادي الاهلي. تعالوا مع بعض بقى كده نسمع الاستاذ ياسين منصور قال ايه في اللقاء الليلي. تعالوا مع بعض نسمع. اكيد النادي الاهلي محتاج تطوير، محتاج تطوير في كل حاجه. لو بنتكلم في الكوره انا شايف الاساس هيبقى مدرسه الكوره او الاشبال في النادي الاهلي. يمكن النهارده المتوسط اللعيب اللي بتجيبه ب 50 60 مليون، فانت كل لعيب تقدر تطلعه من اشبال النادي الاهلي فوق بتوفر 50 60 مليون. ده كلام الاستاذ ياسين منصور. الاستاذ منصور قال ايه بقى؟ قال النادي الاهلي محتاج تطوير في دول الخليج، في الدول اللي بره، تمام، ومحتاج تطوير في شركه الكوره عشان تقدر ان انت تطلع اشبال وتطلع ناشئين، توفر حوالي 50 60 مليون. ان انت لما تطلع ناشئ ده هيوفر معاك ان انت في الناشئين، وهيوفر معاك ان انت تشتري لعيبه بمبالغ مهوله وما تستفيدش منها. فهيبقى في تطور في شركه الكوره في النادي الاهلي. ده اللي قاله الاستاذ ياسين منصور. وقال ايه كمان؟ تعالوا مع بعض نشوف برضه. قال ان النادي الاهلي محتاج تطور مع دول الخليج، وفي دول الخليج بره ومحتاج تطوير جدا. تعالوا مع بعض نسمع. بالنسبه للنادي الاهلي انا شايف انه يجب تواجد النادي الاهلي بكثافه اكتر في العالم العربي، في الخليج العربي، ويبقى حتى ليه افرع في بعض البلاد العربيه. ده الكلام اللي قاله الاستاذ ياسين منصور. قال لك النادي الاهلي محتاج ان هو يوسع الفروع بتاعته. طبعا النادي الاهلي عنده 4 فروع، يوسع الفروع مش في مصر، يوسع الفروع بره في دول الخليج والدول اللي بره. طبعا الفتره اللي جايه اللي هيبني عليها الاستاذ ياسين منصور ان هيبقى في توسعات كثيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي في فروع بره. النادي الاهلي فعلا نادي اوروبي، هيبقى في تطورات جدا في النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. والاستاذ ياسين منصور كمان قال في بيان، قال أرى أن الأهلي لا يلعب في أفريقيا، ولكن من الممكن أن يتواجد في أوروبا ويشارك في دوري أبطال أوروبا. الأهلي علامة تجارية كبيرة جدا في الشرق الأوسط بالكامل. بمعنى أن الأستاذ ياسين منصور شايف أن النادي الأهلي مش تواجده في افريقيا، لا، المفروض ان النادي الاهلي يشارك في اوروبا ويشارك مع الانديه في دوري ابطال افريقيا. متواجد في اوروبا مش كفايه، النادي الاهلي هيتوسع في الفتره اللي جايه. ووجود الاستاذ ياسين منصور والاستثمارات اللي هيعملها الاستاذ ياسين منصور ده هتبين فعلا قوه النادي الاهلي، وهيبني على اللي عامله النادي الاهلي دلوقتي. حتى هو من الكلام اللي قال انا مش جاي ابني من جديد، لا، انا جاي اكمل على اللي فات. وهيبقى في يعني منظومه كبيره في الفتره اللي جايه، هيبقى في انشاءات كبيره في الفتره اللي جايه. فعشان كده لما الاستاذ ياسين منصور تواجد في قائمه الكابتن محمود الخطيب كلنا قلنا انه هيبقى
اساسي وهيبقى شخصيه قويه في القايمه، لان هو طبعا بالنسبه للثروه بتاعته حاجه رهيبه جدا، وهيبقى موجود في الاستثمارات، وهيبقى في فروع ثانيه مش في مصر بس، هيبقى في فروع في دول الخليج، وفروع في بره في اوروبا، وهيبقى في ربط بين النادي الاهلي والانديه الخارجيه. الكلام برضو او الصفقه اللي بيحضر ليها الاستاذ ياسين منصور. الاستاذ ياسين منصور عرض قال انا مستعد ادفع حوالي 5 مليون دولار للصفقه اللي جايه او صفقه المهاجم اللي جاي. الاهلي بيعرض على مين بقى او اللاعب اللي هو المهاجم الصريح اللي جاي ممكن يجي النادي الاهلي، والاهلي حاطط عينه عليه، ولاعب صغير عنده 21 سنه، ياسر الجزيري، لاعب منتخب المغرب، طبعا تطور مع منتخب المغرب في كاس العالم وخد افضل لاعب، وكان لاعب كويس جدا ومهاجم قناص، مهاجم بمعنى الكلمه، مهاجم لسه سنه صغير، مهاجم عنده 21 سنه، تقدر تستفيد منه، تقدر ان انت تحطه مثلا يبقى اي لاعب تحت السن هيبقى السنه الجايه ماشي لاعب فوق السن، بس هتقدر تستفيد منه دلوقتي. القيمه التسويقيه قد ايه بقى؟ القيمه التسويقيه لياسر الجزيري 650,000 دولار، ف 650,000 دولار تقدر ان انت تجيب لاعب لسه سنه صغير في الفتره دي تستفيد منه بعد كده. لو حبيت ان انت تبيع اللاعب ده هتبيع بحوالي 8 مليون 9 مليون دولار، هيبقى انت استفدت منه بمبالغ كبيره جدا ولاعب سنه صغير. فبالنسبه دي هديه الاستاذ ياسين منصور لجمهور النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، بنسبه كبيره ممكن يبقى موجود ياسر الجزيري في مهاجم النادي الاهلي في انتقالات يناير الفتره اللي جايه، والاهلي حط فعلا عينه على ياسر الجزيري، لاعب منتخب المغرب، لاعب كويس جدا، لاعب بيلعب مع منتخب المغرب والتوج بكاس العالم، مهاجم قناص، مهاجم لسه سنه صغير، وده هديه الاستاذ ياسين منصور الفتره اللي جايه، زي ما قلنا حاطط حوالي 5 مليون دولار لصفقه المهاجم. يعني مش هيفرق مع ياسر الجزيري ممكن يجي ب 5 مليون دولار، هيدفع 5 مليون دولار طبعا استثمار، اللي هو عايز يطور اللعيبه ويطور الاداء او اللعيبه في النادي الاهلي. طيب هل النادي الاهلي بالنسبه للصفقات اللي جايه هيعمل في صفقات جايه؟ طبعا لازم يبقى في لعيبه اجانب هتمشي، هيبقى في غربله كبيره جدا في النادي الاهلي، وزي ما قلنا قبل كده ان في صفقات او لعيبه اجانب هتمشي من النادي الاهلي، من ضمنهم اشرف داري، ممكن يبقى ديانج، اشرف بن شرقي. فطبعا القرار هو عشان نزل الاهلي يسعى الى غربله قائمه الاجانب للفريق بدايه من يناير. الاهلي يرى صرف المبالغ الطائله على اللاعبين بجوده متوسطه. قائمه الاجانب الحاليه لا تفرق كثيرا عن جوده اللاعبين المصريين. الاهلي يستعد مع اللاعبين بمستوى اخر، وسيكون هناك سياسه جديده. الاحمر سيعمل على ضم اللاعبين كلاس اي ولو 3 لاعبين فقط. الاهلي سيتعاقد مع مهاجم سوبر بضم 5 مليون دولار، بمعنى ان النادي الاهلي في الفتره اللي جايه اللاعيبه الاجانب هيجيب حوالي 3 لاعيبه كلاس اي. يعني معنى ايه كلاس اي؟ ان هتبقى لعيبه سوبر، لعيبه تقيله في الملعب، مش هيبقى لعيبه مستوى وخلاص. طيب الاهلي شايف ان اللعيبه الاجانب اللي موجوده دلوقتي مستواه قريب مع اللعيبه المصريه، يعني مش فارق كتير. اشرف بن شرقي زي تريزيجيه، شايف ان اشرف داري مستواه قريب من ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، شايف مستواه من مصطفى العيش مستواه قريب. فشايف ان المبالغ اللي اتصرفت على اللعيبه الاجانب ما افادتش وما عملتش اي حاجه. فالفتره اللي جايه هيبقى في غربله كبيره جدا من اللاعيبه الاجانب، زي ما قلنا قبل كده، من ضمن الناس اللي هتمشي في الفتره اللي جايه اشرف داري بنسبه كبيره، ممكن يبقى علي ديانج، ممكن يبقى في اشرف بن شرقي او الكلام ده. فهنشوف برضو في الفتره الانتقالات الشتويه اللي جايه واللاعيبه اللي هتمشي او اللعيبه اللي موجوده. فده بنسبه كبيره اللعيبه اللي هترحل من النادي الاهلي. وزي ما قلنا ياسر الجزيري صفقه النادي الاهلي في انتقالات يناير، لاعب طبعا القيمه التسويقيه مش عاليه، 650,000 دولار، مش يعني مش هيأثر على ميزانيه النادي الاهلي اصلا. نيجي بقى للخبر اللي معانا كمان اللي هو ايه بقى؟ هاني سعيد. هاني سعيد قال في تصريح جميل جدا، عجبني طريقه كلامه، عجبني التصريح بتاعه. قال ايه؟ مش طبيعي اخد مكان الاهلي والزمالك، ليهم جمهور بالملايين ومن 100 سنه وانا مش مكان حد، انا جاي انافس على البطولات. هاني سعيد طبعا المدير الرياضي في نادي بيراميدز،
لما اتسال عن اون سبورت هل فعلا بيراميدز خد مكان الاهلي او الزمالك، رد قال لا، انا مش من الطبيعي ان انا اخد مكان النادي الاهلي، او مش من الطبيعي ان انا اخد في النادي الاهلي، او ان انا اخد مكان الاهلي، او ان انا اخد مكان الزمالك، لان ده نادي بقاله 100 سنه، ناس نادي متاسس عنده جمهور بالملايين، انا جاي انافس على البطولات مش جاي اخد مكان حد. فعلا كلام جميل جدا من الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وكلام منطقي، مش زي الناس اللي بتقول، اللي طلعت واتكلمت زي خالد الغندور طلع واتكلم ان بيراميدز خد مكان الاهلي وخد مكان الزمالك. طب انا نفسي افهم يا كابتن خالد، بيراميدز خد مكان الاهلي والزمالك ازاي؟ يعني بيراميدز عنده 13 افريقيا، هو بطوله واحده بس. بيراميدز عنده 45 دوري ما معهوش ولا بطوله دوري. بيراميدز عنده 14 دوري ما عندوش 14 دوري. بيراميدز عنده 5 افريقيا ما عندوش غير بطوله افريقيا بس. بيراميدز ما عندوش غير كاس سوبر افريقي بس. مش شرط ان فريق لسه صاعد بقاله 5 سنين يعمل انجاز يبقى خد مكان نادي بقاله 100 سنه زي الاهلي او الزمالك. نادي يبقى عنده جمهور زي الاهلي او الزمالك، عنده جمهور بالمال. بيراميدز ما عندهاش جمهور اصلا. بيراميدز الفتره دي فعلا فريق فايق، فريق يعني هيشكل خطوره على الاهلي والزمالك، لان فريق بينافس على بطولات، بس مش ياخد مكان الاهلي او ياخد مكان الزمالك. كلام طبعا برضه الكابتن مصطفى يونس طبعا طلع في الفترات اللي فاتت واساء للنادي الاهلي واساء للكابتن محمود الخطيب ورموز النادي الاهلي، وان انا ما ينفعش العضويه بتاعتي تتشطب، وان انا من رموز النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل ايه؟ الاداره القانونيه بالنادي الاهلي طلبت الكابتن مصطفى يونس للتحقيق ما جاش، فقرر اتخاذ بشرط بعضويه. خلال ساعات هتلاقي الكابتن مصطفى يونس مشطوبه ضد سجلات النادي الاهلي ولن يكون له اي عضويه، بمعنى ان اللجنه القانونيه في النادي الاهلي طبعا بعتت الكابتن مصطفى يونس عشان يبقى في تحقيق معاه بسبب الكلام اللي بيطلع يقول في القنوات، اذا كان مع ابراهيم اذا كان مع ابراهيم فايق والكلام ده كله. فالكابتن مصطفى يونس ما جاش، فقررت انها اللجنه القانونيه في النادي الاهلي انها تشطب عضويه مصطفى يونس. خلال ساعات ممكن تلاقي مصطفى يونس اصلا مشطوب عضويته من النادي الاهلي. نيجي برضو للكلام اللي هو معانا بعد كده، اللي هو عندك الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري عامل مكافأة استثنائية 50,000 جنيه للاعبين في حال فوز على النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي هيلعب مع الاتحاد السكندري يوم الاربعاء، فإدارة الاتحاد عاملة 50,000 جنيه لكل لاعب لو فازوا على النادي الاهلي. طبعا ترتيب الاتحاد السكندري في يعتبر حوالي 15 او 16، فده الترتيب. عايز الاتحاد او اداره الاتحاد بتحفز اللعيبه ان هي تديهم مبالغ 50,000 جنيه لكل لاعب لو فازوا على النادي الاهلي. طبعا في نهايه الفيديو او في الكلام الاخير، اهم حاجه ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتعمل اللايك عشان يوصل لك كل جديد.